كل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم. غير حياتك معايا في 30 يوم. اهم حاجه في الاول بس، انت لما بتتغير عشان نفسك وعشان ربنا. انت مش عشان حد، ما يفرقش معاك اي حد خالص. انت بتتغير عشانك مش عشان حد. فكك من الناس رايها مش مهم. فاهم؟ انت كويس، فهو انت عشان تبقى ناجح وعشان تبقى حاجه كبيره. لكن الناس مش مهم حاجه، الناس دول حاجه اخر حاجه خالص. اول حاجه لايك وسبسكرايب، وعشان يوصل لك كل جديد ويساعدك في تطوير ذاتك وتغيير ان انت تبدا تغير حياتك وتتعلم حاجه جديده وتبقى يعني شخص ناجح. وشير لاصحابك لو انت يهمك راي، لو انت يهمك حد انت هتساعده فاكيد هتاخد ثواب انت اتغيرته وانت ساعدته. حب الخير لغيرك زي ما انت تحب لنفسك. وفي الاول والاخر حب نفسك. اهم حاجه انت تحب نفسك بس مش حضر قهوتك وتعالى. فاحنا دلوقتي في 30 يوم في تغير نفسك في شهر رمضان. 30 يوم. اول حاجه ان انت لو هتبطل اي ذنوب انت بتعملها واي حاجه غلط انت بتعملها احنا هنبطلها. فاهم؟ انت خلاص كده ايه، لان انت لسه غلط ما ينفعش تعمل حاجه في رمضان. فهو اللي مشي في رمضان يمشي بعد رمضان، مش رمضان ولد عيب. تاني حاجه ان احنا نحافظ على كل الصلوات طبعا، عشان انت سنه، عشان الصيام الانسان يتقبل فانت كده لازم تكون محافظ على كل الصلوات. فانت هتحافظ مثلا على صلواتك كلها في ال 30 يوم دول. فانت بعد رمضان تستمر برضو في ال 30 يوم. انت هتبقى اتعودت 30 يوم، فانت المفروض تكمل بقى، كمل الطريق. انت ابتديت في طريق، انت تكمل لحد الاخر لحد ما توصل للهدف اللي انت عايزه. تالت حاجه احنا قرايه قران. احنا في شهر مبارك فاحنا لازم نقرا قران كتير. اه، ما تحاولش تهتم بالمسلسلات بتاعت رمضان والرياضة. انت ممكن تكملها تقعد تشوفها بعد رمضان براحتك. ممكن تعمل مسلسل واحد مثلا في رمضان وتكمل مثلا باقي مثلا لو انت عايز تشوف. لكن حط الأولوية مثلا للقرآن ومستقبلك. انت مثلا لو هتقرا مثلا، لو سي مثلا جزء كل يوم، مثلا هتقسمهم مثلا على سي مثلا 5 مرات. مثلا الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هتقسم مثلا الجزء على 5. ده أقل فرض لو احنا هنقرا جزء. احنا لو هنقرا أكتر فاحنا هنضطر ان احنا نشوف ان احنا نزود نضاعف الحاجة اللي احنا هنقراها. حاول تعمل الحاجة اللي انت بتحبها. اي حاجة انت بتحبها عموما. زي حتى لو حاجة انت بتحبها مثلا في رمضان. انت مثلا ممكن تخرج مع اصحابك، ممكن تقعد تعمل حاجة مثلا انت بتحبها في البيت. حاجة تخليك مبسوط. انت بتحس النفسية بتاعتك بتبقى تمام. فاهم انت؟ وبعدين لو انت تقدر، نقطة كمان مهمة، لو انت تقدر تصلي التراويح او حتى لو نص التراويح روح. فاهم؟ انت مش هتستخسر في ربنا. وعشان تتغير ان انت مثلا لو مثلا سي مثلا تراويح مثلا 8 و3، قول مثلا حتى بصوت 4 بس حلو وتاخد ثوابهم. لكن اتحرك. فاهم؟ اعمل حاجة، بلاش تقف مكانك. في نهاية اليوم لازم تبص ان انت مع نفسك اهو هدوء، تشوف انا عملت ايه صح النهارده وعملت ايه غلط النهارده. شوف انت اتغيرت من ايه، الروتين بتاعك وحياتك كلها، مستوى حياتك اتغير من ايه لحد فين. نقطة كمان مهمة، حاول تعمل او تتعلم حاجة. اقل افتراض لو انت مثلا هتتعلم انجلش، سي انا هتعلم انجلش او هتعلم مثلا برمجة. شوف مجال ماركتنج انت بتحب ايه، التسويق، ايه الحاجة اللي انت بتحبها. شوف انت نفسك تعمل ايه. زي مثلا انت مثلا قررت تتعلم برمجه، في كورس برمجه انا بدات فيه في شرح. شوف مثلا انت مثلا حابب تتعلم تسويق، نشوف كورسات تسويق ونتعلم. في اسامي اماكن كورسات مجانيه كتير، يعني مثلا زي يودمي وكورسيرا وادراك والمواقع دي. جوجل فيها كورسات تسويق كويسه جدا. فانت لازم تبدا تشوف انت عايز تعمل ايه. ما انت مش هتضيع حياتك كلها في رمضان همك بطنك، الاكل، الشرب، الحلويات، لا مش عارف ايه، لا ده اروح عند ده اروح ده. احنا مستقبلك ايه، مستقبلك شايفك. فاحنا نهتم لمستقبلنا. وسي اهم حاجه مستقبلك.
وانت نحاول نعمل ايه؟ احنا بص، احنا بقترح يعني اللي هو احنا لو نمارس رياضة. انت مثلا لو عايز تخس في شهر رمضان، فانت مثلا بتاكل مثلا عدد مرات قليل وبتصوم وقت كتير، فانت تقدر مثلا تنزل في الوزن. ما تقولش انا هزود بقى، اقعد اكل بقى قطايف بقى وسمبوسك بقى وايه. لا، اللي هو انت لازم بالراحة، فاهم؟ انت انت هتمارس كارديو او تلعب تمرينات وتقلل في الاكل بتاعك، فاهم؟ عامل عادي، لانه في وقت عادي زي ما انت بتاكل في الطبيعي او اقل شويه بقى، عشان ايه؟ احنا عايزين نخس كده. من احلى الحاجات اللي انت ممكن تعملها ان انت تحضر مشروبك المفضل وتقعد مع نفسك بالليل كده، فاهم؟ مروق حالك، صفي دماغك من كل حاجه، تفكر في مثلا الحاجه اللي انت بتحبها، فاهم؟ روق دماغك خالص، فاهم انت؟ ريلاكس تايم. انا بقول خد قسط من الراحه. انت قاعد تحارب وحرب وصراع افكار ما بينك وبين دماغك ودي سابتني وده سابني وده يمشي معلش. هو انت بص، مسير حياتك اساسا لوحدها. انت مسير حياتك انت تبقى لوحدك. عشان تحقق اصلا اي نجاح انت محتاج تبقى لوحدك. فانت مثلا الطريق فردي، هتروح لقيت حد جنبك وهيساعدك وهيسبورت، اهلا وسهلا. مشي انت برضو نفس كمل في الطريق اللي انت ماشي فيه عادي. يعني هو مشي خلاص، انت مستقبلك وحياتك كل ده اهم.